دكتور، من الاشياء اللي انت طلعت فيها في وقت مبكر وغيرتها في قناه الرساله ان انت ادخلت الموسيقى في وقت كان في تشدد على فكره الموسيقى. نعم. زين، ممكن تشرح لي هذه الفكره وقتها وليش انت دخلتها؟ طبعا انا كنت احرم الموسيقى يعني زين. انت كنت تحرم قبل؟ انا احرم الموسيقى، وحتى في بيتي ما حد يسمع موسيقى. بعدين لما دخلت في يعني احتكاكي مع العلماء الكبار اللي كانوا يزوروننا في امريكا، وبديت ايضا اشوف الادله. هذا شويه ما في تحريم بالطريقه اللي هم يعني ذكروها. اول شيء كل الاحاديث كلها اللي تحرم الموسيقى كلها ضعيفه، ما في الا حديث واحد صحيح بس، يصب في اذنيه الانك يوم القيامه، كلها حديث ضعيفه هذه. فاحنا ديننا ما يقوم على الضعيف، يقوم على الذي وصلنا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الوحيد هو يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى اللي هو الزنا والحريرة والخمرة والمعازف، وهذا هو الحديث الرئيسي الذي يستند به من يحرم الموسيقى. فأذكر مرة لما أسست قناة الرسالة ودخلت فيها الموسيقى، فزارني 5 من أصحابي. بس كان في دليل، آسف دكتور، قبل ما ندش وقتك، بس كان في دليل واضح إن يعني والمعازف، مو هذا بتكلم عنه. أوكي. زين. فزاروني 5 من علماء السعودية وأصدقاء يعني شخصيين، فقالوا احنا جايين نناقشك، انت الحين دخلت لنا شغله جديده في العمل الاعلامي الاسلامي. طبعا في كان اقرا قبلنا يعني يسوونها، بس احنا يعني دخلناها بقوه يعني. فقالوا انت قلت لهم طيب انا بناقشكم بس امرين. اول شيء ناخذ الحديث، وبعدين ناخذ انا ايش قاعد اسوي. اما الحديث فيقول ياتي زمان يستحلون يعني شيء حرام يصبح حلال، الحرى اللي هو الزنا وهو واضح، والحرير. فيصل الحرير حرام وفق على كل المذاهب. هل الحرير حرام على النساء؟ على النساء لا مو حرام، صح؟ إذن الحرمة خاصة وليس حرمة عامة، صح؟ الزنا حرمة عامة، صح؟ هذه حرمة خاصة، صح؟ طيب المعازف هل هو حرمة خاصة ولا عامة؟ فالحديث ما يشير، تمام؟ الحديث نفسه ما يشير أن حرمة خاصة، لأن الحديث نفسه في أحد عناصره أن في حرمة خاصة، صح؟ فالمعازف نظر لها بعض العلماء مثل ابن حزم وغيره أن هذه حرمة خاصة، هذه ليست حرمة عامة. وقال أن الحرمة لما تجتمع هذه الأمور مع بعضها يأتي زمان تصير في مجالس، هي مجالس فساد، مجالس خمر وفساد ونساء وزنا ومعازف. فهذا رأي ابن حزم. فالحديث نفسه صار عليه كلام انه هل هو تحريم عام ولا تحريم خاص حسب استعمالها. فصار القناعة اللي عندي أن المعازف هي أداة، استعملتها في الخير فهي خير، واستعملتها في مجلس فساد فهي تصبح حرام، فيستحلها الناس بالحرام. إذا أثارت الشهوات فهي حرام، إذا أثارت الوطنية وأثارت القيم فهي واجب حتى. هذا بعدين قلت لهم شغلة ثانية، أنا ما في قناة الرسالة أنا أسستها منهجية واضحة جدا، أنا مو جاي أخاطب المتدينين، ليس الهدف من قناة الرسالة أني أخاطب إنسان متدين، هذا فيه لا قنواته ولا كتبه ولا علماء. أنا جاي أخاطب الإنسان اللي دينه نص نص، اللي أحيانا يلتزم أحيانا ما يلتزم، اللي يصلي أحيانا أحيانا ما يصلي، وهو معظم الناس الأغلبية. أنا جاي أخاطب هؤلاء. الآن اعتبروا أن المعازف هذه فيها شبهة، فقالوا طبعا فيها شبهة. قلت تمام، ايش رايكم نتفق أنا وياكم أني أنا أطلع الناس من الحرام إلى الشبهة، وأنتوا طلعوهم من الشبهة للحلال، ولا أنت تبيني أسوي كل شيء وأنت قاعد بس تنتقدني؟